والجانة، الجانة مد لازم كلمي مثقل، أليس كذلك؟ بمقدار كم؟ 6 حركات، وإن شئت فقل 3 أضعاف الطبيعي كما ذكرنا أكثر من مرة. وطبعا النون المشددة بحاجة إلى إيش كمان؟ إلى والجان خلقناه، هذا لو وصلنا. فإن وقفنا كيف نقف؟ هكذا، والجان، فنمد الألف 6 حركات، والنون المشددة نقف عليها ممطوطة الغنة. نعيد: والجان. وضح؟ نعم. ما هذا المد عند الوصل؟ ما هذا المد عند الوصل؟ لازم كلمي مثقل. طب ما هذا المد عند الوقف؟ اللي بيعرف يرفع ايده. ما هذا المد عند الوقف؟ لا، ما قلنا يتكلم الواحد، قلنا اللي بيعرف يرفع ايده. ها؟ نعم سيدي. حرفي عارض للسكون. سيدنا نفسه. ايش يعني نفسه؟ لازم كلمة مثقل. شو يا ابني؟ مد له سببان، ما هما؟ حبيبي طيب أنا بدي أسألك سؤال، شو تعريف العدد للسكون؟ إيه هو المد بسبب الوقف، بس له وصف، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. هو أن يأتي حرف المد وبعده إيه؟ قول معي: وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. مثل تعملون، لما نقف عليها شو بتصير؟ تعملون، أليس كذلك يا ابني؟ طيب، هل هذا الكلام اللي هو تعريف العارض للسكون ينطبق على كلمة والجان؟ تأملها يا بني. هل بعد الألف حرف أم حرفان؟ حرفان، بعدها حرفان، النون الأولى والنون الثانية، لذلك تعريف العارض للسكون لا ينطبق. وضح يا ابني؟ أنا ليش نبهت عليها؟ لأنه قد يظن بأنها مد له سببا، لا، هي له سبب واحد، وهو أنها لازم كلمة مثقل. ليه؟ لأن تعريف العارض للسكون لا ينطبق عليها. انتبهت يا ابني؟ لكن مثلا لو شفت كلمة فأنزلنا من السماء، فأنزلنا من السماء، لو وقفنا على من السماء، من السماء، طيب هذه الألف تبع السماء بعدها همزة، إذن متصل، وهذه الهمزة لما وقفنا سكنت، إذن عارض. انتبهت؟ هذا نقول له مد له سببا، لأنه انطبق عليه كم تعريف؟ تعريفان. لكن والجانة ما ينطبق عليها تعريف العارض للسكون، لأن بعد الألف كم حرف؟ حرفان. وكذلك مثلا غير مضار، هذه إيش؟ صوافة، شو الآية تبع صوافة؟ فاذكروا اسم الله عليها صواف، أيضا هذا مد إيه؟ لازم كلمي مثقل، وليس مد عارض السكون.